كل ما تقرر ان انت تجري اكتر كل ما تتخن اكتر. السؤال والبول بتاع المرة اللي فاتت، تفتكر ايه اكتر حاجة بتخليك تحرق دهون؟ المشي ولا الجري؟ في كتير من الناس جاوبوا الإجابة المنطقية اللي انت طبعا كل ما تجري اكتر كل ما تحرق دهون اكتر. بس تعالى كده في اقل من 3 دقايق بالظبط نتكلم ايه الفرق ما بين حرق الدهون في الجري وكمان في المشي السريع او الخطوات على مدار اليوم. اول حاجه خلينا نتاكد 100% ان الاثنين هيحرقوا لك دهون، بس التفاعلات الكيميائيه اللي انت هتحصل في جسمك من الجري او من المشي سبحان الله مختلفه تماما. اول حاجه نفسر الاول او نفرق ما بين 3 انواع من الحركه: المشي السريع، الجري العدو اللي انت بتجري يعني في متوسط، والسبرنتات. كل حاجه من ال3 دول جسمك بيتفاعل معاها بشكل مختلف تماما. خلينا نمسك اول حاجه وهي المشي التقليدي العادي جدا. الخلايا الدهنيه في الجسم هي كتله صلبه، فاول حاجه علشان تبدا تتحرق لازم تتحول من صوره صلبه لصوره سائله، ومن صوره سائله لصوره طاقه اللي هي جلوكوز الدم في النهايه. فده طبعا عمليه بتاخد وقت، فمعنى كده اللي احنا لما بنبذل مجهود مستمر على مدار فتره طويله الجسم بيقدر يحرق الدهون دي، وبيكون معاه الوقت اللي هو يحرقها ويعتمد عليها كمصدر اساسي من الطاقه. طيب لو قررنا ان احنا نسرع الموضوع شويه ونجري شويتين بس من غير ما نعمل سبرنتات، يعني من غير ما نجيب اخرنا، نجري بهدوء اللي هو بيسموه العدو او المشي الضاحيه او جري الضاحيه، برضو دوت هيحرق لنا دهون، وعلى حسب لياقتنا ووزننا هيحرق لنا دهون اكتر من سكر الدم. طيب لو احنا بقى قررنا ان احنا نجري سبرنتات، يعني ايه جري السبرنتات؟ يعني مثلا جبنا شخص وزنه 70 كيلو على اقل تقدير، والشخص ده قرر اللي هو يجري مسافة 100 متر بأسرع حاجة ممكنة في 10 ثواني مثلا. فهنا العضلات بتقوم بالوظيفة بتاعتها اللي هي المقاومة، لأن هي مطلوب منها دلوقتي اللي هي تاخد وزن ال 70 كيلو ده تزقه لقدامه في الهواء بأسرع حاجة ممكنة. فبالتالي السرعة الكبيرة قوي دي بتعمل تحفيز عالي جدا للجهاز. انا مش عارف الفيديو وقف ليه، بس خلينا نكمل من اخر حاجه. اول حاجه هي بتعمل تحفيز عالي جدا للجهاز العصبي المركزي. تاني حاجه بتحتاج طاقه سريعه جدا في الحرق زي دم الجلوكوز اللي موجود في الدم. فاصبح هنا نفهم الشخص اللي بيجري سبرنتات بيحرق اكتر من جلوكوز الدم. طيب النقطه الاولانيه بقى اللي احنا قلنا عليها في السبرنتات التحفيز العالي جدا للجهاز العصبي عشان الجهاز العضلي كله يشتغل. بتحتاج ايه؟ بتحتاج ان الجهاز العصبي يكون نيرفس جدا ومتنشط جدا، فده بيحتاج هرمون الكورتيزول، والكورتيزون والادرينالين كله عاليين، ومع الاسف الهرمونات دي بتعلي من مستويات سكر الدم وكمان بتوطيه بسرعه. فبالتالي بعد ما بتخلص جري بتبقى حاسس ان انت جعان جدا وعايز حاجات مسكره بالتحديد. فاصبح هنا يا كابتني من غير تعقيدات كتير جدا، لو انت عايز تحرق دهون بشكل اكبر ومش مهم عندك ترفع من لياقتك البدنيه او الكارديو فاسكولار سيستم بتاعتك او الجهاز الرئوي والقلبي، فعليك وعلى المشي السريع او العدو اللي انت بتبقى بتمشي بسرعه شويه كانك بتعمل جري. ده كده هيخليك تحرق دهون اكتر، وهيخليك تكون في الحته بتاعت حرق الدهون فتره طويله. لان بمنتهى البساطه بالمنطق كده لو جريت سبرنتات هتجري قد ايه؟ يعني 3 دقايق بالكتير او 5 دقايق، يعني لو فهد بيعملها مش هيعملها. طيب لو بتمشي بقى، والله في ناس ممكن تقدر تمشي 3 ساعات متواصل، فمعنى كده الكميه الاكتر هي اللي اكيد هتحرق دهون اكتر. طيب الجري ملوش فايده ما نعملوش؟ لا طبعا مهم جدا للصحه بتاعه القلب، وكمان لصحه الرئه، وكمان لرفع الدوره الدمويه كلها في الجسم. فدي حاجه مهمه جدا لازم تحطها في البرنامج التدريبي بتاعك. انا بحب دايما الشخص اللي بيخش الجيم يكون رياضي، مش يكون بس عايز عضلات، لان العضلات كده كده بتيجي في المشوار، لكن الهدف الاحسن ان انت تكون رياضي، صحه قلبك كويسه، وكمان صحه الرئه بتاعتك كويسه، ضغط الدم بتاعك مظبوط، كده فعلا انت تكون صحتك حلوه وبتستثمر في حياتك. كده احنا جاوبنا على السؤال. هتحرق دهون اكتر بالمشي مش بالجري، هتعلي من لياقتك البدنيه وصحه قلبك بالجري السريع مش بالمشي. اتمنى ان انا اكون فدتك. انا كوتش احمد عجلان، بعمل لك فيديوهات عن التغذيه وعن التمرين. لو سمحت قول لي رايك في الفيديوهات اللي هي بالنوعيه دي كده، الفيديوهات البسيطه خالص اللي ما فيهاش ايديت عالي قوي. لو حاببني اعملها انا اقدر اعمل منها كتير، لانها مش بتحتاج تكلفه. انا حاطط التليفون وبتكلم كاني بتكلم مع صحابي يعني. فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تقول لي في الكومنت او تبعت لي مسج وتعملوا الشير لصاحبكم علشان برضو يستفيد من المعلومه دي. شكرا جدا لاستماعك للاخر. سلام.